تعالى شوف النهارده انا عايز اقول لك ايه. في بيوت ما بتبداش مشاكلها بالخيانه او قله الفلوس. في بيوت بتبدا المشكله فيها من رشه ملح صغيره، رشه ملح تملح الاكل. تملح الاكل، انت وشك يتقلب، وشك يتغير، يتوتر، تقلب الاكل، تقوم الاكل باظ، الدنيا باظت، التوتر زاد. عشان كده موضوع النهارده وحلقه النهارده مهمه جدا ليك انت او لكل واحد فينا. في بيوت كتير مشاكلها ما بتبدأش من الخيانة ولا من قلة الفلوس ولا من الكره. أحيانا بتبدأ من رشة ملح زيادة، مجرد ملح، لكن اللي وراه أكبر بكتير من طبق أكل. تخيل مراتك واقفة في المطبخ من بدري بتطبخ وتتعب وتحاول تعمل أكلة تفرحك أنت وعيالك، وفي الاخر وهي بتحط الملح ايدها زادت شويه، تقوم الدنيا وما تقعدش، وشك يتغير، صوتك يعلى، تتوتر، يمكن تقول كلام يوجع اكتر من ملوحة الاكل نفسه. تقول لها: هو انت ما بتعرفيش تطبخي؟ هو انت دايما توكلينا اكل مالح كل يوم؟ انت ما عندكيش زوج؟ وهي واقفه ساكته، يمكن من جواها مكسوره، مش علشان الملح لكن علشانها حست ان غلطة صغيرة قلبت صورتها في عينك. ألا نبص للمشهد من الناحية التانية. لو هي عرفت انك بتحب الاكل اقل ملح، هتعمل ايه المرات الجاية؟ هتجهز لك الاكل وتطبخ، مع ان في بعض الاكلات بدون الملح وانت بتطبخي ما بيبقاش ليها طعم، بس هي عرفت سلوكك فتيجي تودي لك الاكل بعد ما تطبخه ويقول لك الملح اهو قدامك، حيج لنفسك. ساعتها انت تمسك المعلقه وتحط شويه وتذوق، وتحط شويه وتقول ده ناقص، تحط شويه كمان تذوق، وفجاه تكتشف انك غصب عنك زودت الملح، والاكل بقى مالح اكتر من اكل مراتك نفسها. لكن الغريب انك هتاكله، هتتضايق شويه وتشرب ميه كتير ويمكن تضحك وتقول ايدي زلت، لكن عمرك ما هتشتم نفسك، ولا هتقوم تعمل خناقه مع نفسك، ولا هتقول عن نفسك انك ما عندكش زوج. الكلام ده مش هتقوله عن نفسك، لكن تقوله عن غيرك، مع ان النتيجه واحده. الاكل مالح في الحالتين. هنا بقى الحقيقة اللي ناس كتير مش واخدة بالها منها. احنا بنتسامح جدا مع نفسنا حتى واحنا غلطانين، لكن ما بنتسامحش مع غيرنا لو غيرنا اللي غلطان. لكن بنتحول لقضاء قاسيين جدا لما الغلط يجي من غيرنا. لما انت تغلط تلاقي لنفسك ألف مبرر، تقول ما خدتش بالي، كنت مرهق، غصب عني، مش قصدي. لكن لما غيرك يغلط نفس الغلطة تختفي الرحمة، او اللي قدامك او مراتك ممنوع عليها انها تغلط. الحياة الزوجية مش مطعم 5 نجوم، ومراتك مش شيف شغال عندك، وجوزك كمان مش مكنة تنفيذ اوامر. احنا بشر بنغلط وبننسى وبنزيد الملح احيانا بدون قصد. المشكلة الحقيقية مش في الملح، المشكلة في رد الفعل، في الطريقة اللي بنتعامل بيها مع اخطاء بعض. في ناس لو الكوباية وقعت من ايدها تتكسر يقول لك حصل خير، في ناس تانية تقع من ايد غيرها الكوباية، انت اعمى، انت لايج، انت دايما كده، انت ارعن، انت مش عارف ايديك سايبه كده. يعني في ناس بتبقى اساتذه في توجيه الغلط لغيرها، لكن لو هي الغلط ده عملته هي كانه ما فيش حاجه حصلت. لو نفس الكوبايه وقعت من ايد غيرها يقلب البيت محكمه تحقيق. في ناس شايفه ان اخطائها ظروف، اخطاء غيرها اهمال، شايفه نفسها تستحق فرصه تانيه، لكن غيرها لازم يتحاسب من اول مره. وده اللي بيقتل اي علاقه بالتدريج، مش الغلط نفسه،
لكن غياب الرحمة وقت الغلط. أصعب حاجة إن الإنسان يعيش مع حد يحسسه إنه مراقب طول الوقت، وإن أي هفوة بسيطة ممكن تتحول لإهانة أو مشكلة أو تجريح. ساعتها القلب يبدأ يسكت، والمشاعر تبرد، والكلام يقل، مش علشان الحب انتهى، لكن علشان الأمان اختفى. البيت اللي فيه رحمة يعيش حتى لو الأكل اتحرق، والبيت اللي ما فيهوش رحمة ينهار حتى لو السفرة مليانة أصناف. قبل ما تزعل من غلطة حد، اسأل نفسك سؤال بسيط: لو أنا اللي عملت نفس الغلطة كنت هسامح نفسي ولا لا؟ ولو كانت الإجابة في المقابل، شوف البيوت اللي فيها احتواء. تلاقي الراجل يذوق الأكل ويقول بابتسامة: واضح إن الملح حبك ليا زاد النهاردة. فتضحك الزوجة وينتهي الموقف كله في ثانية، بدل ما يتحول اليوم لخناقة، والبيت لتوتر، والأطفال لساحة خوف. الكلمة الحلوة مش ضعف، دي ذكاء، لأنك لما تحتوي الموقف الصغير ما بتدهوش فرصة يكبر. أغلب المشاكل الكبيرة أصلها مواقف صغيرة جدا، لكن سوء التعامل معها خلاها تكبر لحد ما بقت جرح. وفي ناس ما بتعرفش ان الطرف التاني اوقات بيكون مستني تقدير مش اكتر. مراتك اللي واقفة بالساعات تطبخ، او جوزك اللي نازل يتعب طول اليوم، كل واحد فيهم محتاج يسمع كلمة تطبطب عليه، كلمة تقول له انا مقدر تعبك. لان الانسان لما يحس ان مجهوده متشاف بيهون عليه التعب، لكن لما يتعب وفي الاخر ياخد لوم وتجريح، يبدأ مع الوقت يفقد الشغف ويعمل اي حاجة وهو مطفي، من جواه. الحياة مش كاملة، ومفيش بيت خالي من العيوب. اللي بيختلف بس طريقة التعامل. في بيت الغلط فيه بيتصلح بهدوء، وبيت تاني الغلط فيه بيتحول لإهانة وتصيد وفتح ملفات قديمة. صدقني، محدش بيكسب لما الاتنين يدخلوا حرب إثبات مين الغلطان، لأن النهاية إن الاتنين بيخسروا راحة البيت. ساعات الاعتذار البسيط ينقذ علاقة، وساعات التغاضي عن موقف صغير يحافظ على حب سنين. ولازم نفهم إن الإنسان اللي قدامك عنده طاقة احتمال، وكل كلمة قاسية بتسحب جزء منها لحد ما يجي يوم وما يبقاش قادر يتحمل أكتر، أو ما تبقاش قادرة تتحمل أكتر. وقتها ناس كتير تستغرب وتقول اتغير ليه، وهو الحقيقة ما اتغيرش فجأة، أو هي في الحقيقة ما اتغيرتش فجأة. هو اتوجع بالتدريج، وكل موقف صغير اتراكم جواه لحد ما قلبه تعب. الرحمة مش رفاهية في العلاقات، الرحمة ضرورة، لأن اللي بيعيش من غير رحمة يعيش مستنزف نفسيا حتى لو كل حاجة تانية متوفرة. اوعى تخسر انسان بيحبك علشان موقف تافه. تفتكر ان الاعتذار يقلل منك، بالعكس، الاعتذار الراقي بيكبر صاحبه. والانسان الناضج مش اللي عمره ما يغلط، الانسان الناضج هو اللي يعرف يحتوي ويعرف يعدي ويعرف يفرق بين موقف يستاهل وموقف ما يستاهلش. اصل مش معقول بيت كامل تهزه رشة ملح، ولا حب سنين ينهار بسبب كلمة قالت وقت عصبية. في النهاية افتكر دايما ان الانسان ما بينساش الاحساس. يمكن ينسى شكل الاكل وتنسى سبب المشكلة، لكن عمرها ما تنسى انت حسستها بايه وقت ضعفها. فاختار تكون امان مش عبء، وراحة مش ضغط. واختار دايما انك تكسب الانسان قبل ما تكسب الجدال، لان الجدال اخره صوت عالي، لكن الرحمة اخرها
بيت دافي وقلب مطمن. بقلم سليمان السمعاني.